السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت اسمها تالين، بتحب مدرستها وزمايلها وأصحابها، وهم كمان بيحبوها. تالين كانت بتساعد كل اللي حواليها، وده كان شيء بيسعد كل اللي يعرفها. وتالين كانت بنت شاطرة ومؤدبة وبتسمع الكلام، لكن عند وقت الأكل تغيير كبير بيحصل لها. ما بترضاش تاكل الخضار والاكل المفيد اللذيذ اللي ماما بتعمله عشانها هي واخواتها، وتفضل تعيط عشان ما تاكلش الخضار، وبتكون عاوزة تاكل حاجات حلوة. وياما ماما قالت لها ان الخضار والفاكهة هما اللي هيخلوها تكبر وتطول وتبقى اقوى، وعشان كده في المدرسة بتبقى تعبانة وما بتقدرش تلعب مع اصحابها وزمايلها، وساعات بتبقى سرحانة في الحصة وما بتفتكرش اللي المدرس بيقوله وبتنسى واجبها. لما بتاخد مصروفها تشتري بيه كله حلويات، وتطلب من باباها يجيب لها حاجات حلوة كتير. ومهما ماما قالت لها السكر الكتير غلط وهيخليكي تتعبي، ما بتصدقش ان الموضوع مهم جدا وخطير. وفي يوم بابا كان جايب شوكولاتة ليها ولإخواتها، أكلوا منها شوية وسابوا الباقي في التلاجة. صحيت تالين بالليل وكل عيلتها نايمين، قعدت سهرانة لوحدها تتسلى وتاكل في الشوكولاتة واحدة ورا التانية، وتالين مش بتوقف أكل لحد ما خلصت الشوكولاتة كلها وهي مش حاسة. بعدها تالين تعبت قوي من السكر الكتير لدرجة انها نامت على الكرسي وهي قاعدة. الصبح بابا وماما صحيوا لقوا تالين نايمة برا اوضتها وحاطة ايديها على بطنها. بابا وماما قلقوا عليها وعرفوا انها اكلت الشوكولاتة كلها، وبطنها واسنانها وجعوها. أخدوها بسرعة للدكتور، وبعد ما كشف عليها وأخدت الدواء طلب منها ما تاكلش حلويات أبدا. أما بقى دكتور الأسنان قال لها إن أكل السكريات بيأذي أسنانها ولازم تاكل فواكه وخضروات. تالين كان لازم ترتاح في البيت لحد ما تخف، وقعدت أجازة أسبوع من المدرسة. زهقت تالين عشان ما كانتش بتشوف أصحابها وزمايلها، وبعدت عنهم لمدة طويلة، وعرفت إن الأكل المفيد مهم ليها وهيساعدها تقاوم الأمراض وهيخلي جسمها أقوى، وإنها لازم تاكل فاكهة وخضروات كتير حتى لو كان طعم الشوكولاتة والسكر أحلى. وفهمت تالين إن السكر الكتير والحلويات مضرين وملهمش أي فايدة عشان صحتها. ولما جربت تاكل الأكل المفيد اللي ماما بتعمله ما وجعش بطنها وكمان طعمه عجبها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير. السلام عليكم.